بص يا صاحبي، في عالم السينما في افلام كتيرة بتنجح وفي افلام بتكسب فلوس، لكن قليل جدا اللي بيعمل الاتنين دول مع بعض وبيوصل لمرحلة انه يبقى ظاهرة عالمية، وده بالظبط اللي عملته سلسلة افلام افاتار. الفيلم ده مش بس نجح، ده كسر الدنيا حرفيا وتحول لأعلى فيلم إيرادات في تاريخ السينما لسنين طويلة، وفضل رقم واحد لحد ما افنجرز اند جيم جه وخطف اللقب شوية، وبعدها افاتار رجع اخده تاني، وده بيوضح لك ان احنا بنتكلم عن مستوى ايه. طيب ايه اللي حصل وايه سر النجاح ده، وليه الاجزاء الجديدة زي افاتار فاير اند اش رغم نجاحها الكبير ما قدرتش توصل لنفس ارقام الجزء الاول؟ تعال نفهم الحكاية من الأول. أفاتار بتحكي عن جندي اسمه جيك سولي، راجل عادي جدا حياته متدمرة، وفجأة بيتحط في تجربة غريبة جدا، إنه يدخل جسم مخلوق فضائي اسمه نافي على كوكب اسمه بندورا. الكوكب ده مش مجرد مكان، ده عالم حي كل حاجة فيها ليها روح، الأشجار، الحيوانات، حتى الأرض نفسها. ومن هنا الفيلم بيبدأ ياخدنا في رحلة مش بس خيال علمي، لكن صراع بين الإنسان والطبيعة، بين الطمع والروح، وبين التكنولوجيا والانسجام. بس خلينا نقف هنا لحظة، لأن قصة أفاتار في الحقيقة مش جديدة أوي، ناس كتيرة شبهتها بأفلام تانية. طب إزاي الفيلم قصته مش جديدة وقدر يعمل النجاح الضخم ده؟ الإجابة ببساطة التنفيذ. المخرج جيمس كاميرون مش مجرد مخرج عادي، ده واحد مهووس بالتفاصيل. الراجل قعد سنين مستني التكنولوجيا توصل للمستوى اللي في دماغه، وفعلا لما عمل أفاتار قدم تجربة سينمائية محدش شاف زيها قبل كده. أفاتار كان ثورة في عالم ال 3D، مش مجرد نظارات بتلبسها وخلاص، لأ ده كان إحساس إنك جوه العالم،